سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم جبت لكم سوفلي البالون، يجي فارغ من الداخل، يجي منفخ مع حشو، يجي مفرمج. البنات ما عندي ما نحكي لكم في هذه الوصفه، لازم تتبعوا الفيديو من الاول للاخير باش تجربوها وتنجحوا فيها من اول تجربه. الحشو يعني اقتصادي، مام النوعيه تاع الفرماج جبتها لكم باش يعني تشروها هايلة في لي سوفلي في لي بيتزا تجي تتكسل وتتعلق. بالنسبة للعجينة عندي ملعقة كبيرة خميرة الخبز مع ملعقة كبيرة نتاع السكر مع كيس نتاع الحليب يكون دافي. البنات ضروري انه يكون دافي، لانه ما تقدروش ديروه هو مغلي البنات، لانه راح يقتلكم المفعول تاع الخميرة. مع 2 معالق كبيرة نتاع لافارين، يعني هذا لوفان خليه لمدة 5 دقائق حتى يتفاعل باش نجيو نكملو المكونات الاخرى. فوالا راح نضيف يعني ملعقة صغيرة نتاع الملح. حاولوا انكم تديروش الخميرة الكيميائية. عندي ايضا حبة بيض كاملة، تقدروا ديروا غير البيض، تخلوا الصفار باش تدهنوا به من الفوق. وعندي ربع كاس نتاع الزيت. فوالا هذوما المكونات خلطهم كامل مع بعض. نحاول اني ندخل المكونات كامل مع بعض، ومن بعد باش نجي نضيف لافارين بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وتلصق في اليد. ضروري انه العجينه تاعكم تكون تلصق في اليد باش السوفلي تاعكم يجي مقطن ويجي خفيف ويجي مهوي ويجي فارغ من الداخل وما يجيش معجن وثقيل. البنات هذا هو القوام تاع العجينه. خلي العجينه تاعي تختمر حتى للوقت تكونوا حتستعملوها، يعني حوالي نص ساعه من قبل. وروحوا نحضروا الحشو اللي هنا عندي. يعني كميه نتاع صدر الدجاج، حوالي ربع صدر تاع الدجاج رحيته في لاشواغ وحمصته مع البصل والثوم وزدت له لي زيبيس، يعني شويه تاع فلفل الاسود، بابريكا مع راس الحانوت. هذا مكان يعني ما تحاولوش انكم تكثروا بزاف لي زيبيس بالنسبه للدجاج، لانه راح يفقد الذوق تاعو. هنايا حضرت صوص فروماج دي كنت درت فيها 2 معالق صغيره نتاع لافارين مع حوالي كاس ونص نتاع الحليب. هذه هي البنات مع ملعقه صغيره نتاع لا مارغرين. خلطت بارد في بارد، حطيتها فوق النار حتى انعقدت معايا بهذا القوام، ولات يعني بقوام لا كريم فريش. هذه هي بالنسبه يعني اللي ما تكونش متوفر عندها لا كريم فريش. فوالا تجي بزاف بنينه البنات. حاولوا انكم تضيفوا لها شويه تاع فلفل اسود مع الملح، راح تجيكم بزاف بنينه. هذا هو الحشو، يعني بعد ما وجد لي البنات يعني هذا الحشو شويه جاف. فوالا لازم نزيدوا له مكونات اللي يكون هكايا تحسوها سوفت وطري. فوالا انا يعني الحشو راح نستعمل الفرomاج، نستعمل يعني النوعيه امازيغ، راح يجيكم يتكسل ويذوب في الفرن. هذا هو البنات امازيغ، انا نستعمل هذا النوعيه، يعني شريط قيس 10,000. وهذا هو الحشو تاعي مع صلصة الجبن. هذه هي البنات. تقدروا ايضا يعني تحشيو السوفلي تاعكم بلا صوص طوماط. هي نروحوا للعجينه. بعد ما حضرنا الحشو اللي كانت اختمرت معايا وضعف الحجم تحرشها بشويه تاع لافارين، نكسر لها هذاك الاختمار، ومن بعد نجيو نبوليوها يعني كرات صغيرة البنات على حساب التومة سوفلي تاعكم، تحبوه صغير ولا يكونوا يعني حبات كبار، سا ديبون تومة واش تحبوه. فوالا هذه هي البنات. نحاول اني نكورهم كامل، نحطهم في سنيوه اللي كنت رشيت عليها شويه تاع لافارين باش ما يسقوليش، لانه العجينه تاعي راهي طريه بزاف. بعد ما نكملوا نكوروهم كامل البنات، حاولوا عفوا انكم تغطوهم بكيس بلاستيكي. ترشوا عليهم شويه تاع لافارين من الفوق وتغطوهم بكيس بلاستيكي، يخلوهم ثاني كيعاودوا يخمروا باش تجيو تحلوهم. البنات هنايا قلب لي كامل المشتركات نتاوعي، نقولكم نحبكم كاملين وميرسي على 156 ألف مشترك البنات. فوالا هنايا جبت لاصوص فروماج درتها في لاباز، ومن بعد زدت يعني صدر الدجاج.
ومن بعد راح نزيد نضيف ايضا شويه من لاصوص فروماج، ومن بعد باش نضيف جبن امازيغ اللي كنت وريته لكم. هنا نحاول اني يعني نضغط على الحواف، يعني تقدروا يعني تشكلوه بالشكل اللي حبيتوه، سواء نديروا له ضفيره ولا يعني فقط بالفرشيطه، ولا يعني تقطعوه سامبل. هذه هي البنات، شوفوا الطريقه كيفاش راني نظفر في السفلي نتاعي، يعني الشكل تاعو راح يجي بزاف بزاف شباب. شوفوا نحاول اني نجيب العجينه التحتانيه نجيبها فوق الفوقانيه بهذه الطريقه. شوفوا البنات، اذا هنايا نحاول اني نخلي القليل من العجين في الحواف باش نقدر نقلب كيما راكم تلاحظوا. هتجيكم ضفيره بزاف بزاف شابه، يعني مع زيت تنفخ في الفرن. في هذا الوقت الفرن تاعكم لازم يكون يسخن على اعلى درجه. تعرفوا انه المعجنات يحبوا يطيبوا على درجه حراره عاليه، كيما البيتزا، السوفلي، البغيوش، هذو كامل يحبوا درجة حرارة عالية باش يتنفخوا في الفرن ويجو طرايا ويجو هشاش. هذه هي البنات. يعني كنت دهنتهم بصفار البيض اللي كنت ضفت له شويه تاع الحليب ورشيته هكايا من الفوق بشويه تاع الجنجلان. يعني هذه امور اختياريه، تقدروا ديروا جنجلان يعني كيما حبيتوا. عفوا كنت درت له سانوج وتدخلوه مباشرة للفرن. وهذه هي البنات السوفلي تاعنا بعد ما طاب، يعني هو سخون، راهو سخون يحرق. مع الاول البنات يكون مقرمش، يعني الطبقة الفوقانية تكون مقرمشة، لكن من بعد يعني كي تغطيوه بطرشونة راح يطرى معاكم وراح يجي سوفلي مقطن من اروع ما يكون. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة لانها فغيمون يعني تستحق التجربة، وتخلوا لي التعليقات تاعكم والاراء تاعكم في التعليقات. وما تنسوش جيم وبارتاج للفيديو وفعلوا لا كلوش هكا باش يوصلكم جديد وصفاتي البنات. نتمنى انكم تدعموني وابقوا على خير.